شكرا السيد الوزير. أقوى تحدي يواجه اليوم المغرب هو ضمان الأمن الغذائي لبلادنا ومواجهة التغيرات المناخية. رغم الاستراتيجيات والجهود المغرب الأخضر والجيل الأخضر إلى غير ذلك تراجعنا ب3 ديال الدرجات في مؤشر الأمن الغذائي للأسف. صندوق النقد الدولي أكد على أن المغرب أنهى السنة الماضية بمعدل تضخم بلغ 6.1% ويواجه ارتفاع في أسعار المحروقات بالإضافة لاستمرار الموجة ديال الجفاف اللي أثرت على الأسعار وعلى الداخلية. هذا المشكل هذا احنا كنحملكم المسؤولية سيد الوزير. فينا هو الإنتاج ديال السكر اللي لا ننتج إلا 40%. اللحوم الحمراء 150 درهم الغنبي، 110 ديال الدراهم البقري. الدجاج السيد الوزير 40 يوم كتوجد الدجاجه. علاش كاين المشكل ديال الانتاج ديال الدجاج؟ شحال كيحتاج كاع 40 يوم؟ المشكل فيكم ان العلف، هذا المشكل ديال العلف. الفواكه 200 درهم الصبار السيد الوزير. الاف ديال الاسر اللي ولات متشرده اللي كتعيش على هذه الفاكهه اللي كانت من درهم، اقل من درهم، ولينا دابا باثمان باهظه. الزيوت، زيت اركان اللي ما بقيناش كنشوفوها وصلت ل 600 درهم. اشكال كذلك ديال الزيوت، زيت الزيتون الى اخره. ويجي رئيس الحكومه ويقول لنا بانه كاين الوفره ديال المواد. صحيح كاين الوفره موجهه للخارج، اما اللي هي موجهه للسوق الداخليه بحجه المندوبيه الساميه للتخطيط اللي كتاكد بانه ولات عندنا تراجع في هذا الانتاج هذا. سمحوا لي سيد الوزير، لا المخطط الاخضر ولا الجيل الاخضر، هذه سياسه للاسف ليبراليه متوحشه بامتياز، سجلت واحد الفشل ذريع. قلتوا غتخفوا من تبعيه للتقلبات المناخيه، للاسف حنا مرتهنين لها، للاسف حنا باقيين كنستوردوا الحبوب والبذور الى اخره. المغرب من بين اكبر الدول المستورده في المنطقه ديال. شكرا السيده النائبه. تطبيقا لمقتضيات الماده 167، هل هناك تعقيبات اضافيه؟ ليست هناك اي تعقيب. كلمه لكم السيد الوزير. غير السيده النائبه المحترمه، ما يمكنناش ننتجوا اي حاجه. كاين المسائل اللي ننتجوها، نعم وصلنا ل 100% فيما يخص الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء، و50% حتى 53% بالنسبه للحبوب والسكر. نعم هذه الظرفيه هي صعبه، ما كان خصنا نشوفوا ما هو مهيكل وما هو يعني شنو كنا كنتجو قبل ما تجي هذه الظرفيه، واللي ان شاء الله غادي نرجعوا له. اما المخططات فهي كتعرفوها، ومخططات اللي جات لاجل يعني ارساء الاسس والدعامه للسياده الغذائيه ديال. شكرا سيد الوزير.